هنبدأ الفيديو بالبداية. هنقول الأسعار يا جماعة بتزيد نار نار. ليه؟ نفسي أفهم. يعني دلوقتي كيلو البانيه ب145، كيلو الفراخ أم ريش ب76 جنيه، كيلو اللحمة ب240 و230. ليه؟ نفسي أفهم يا جماعة. الحاجة بتزيد. انت لو اشتريتي حاجة بعد ساعة بتنزلي تجيبيها بتلاقيها زادت. ليه؟ أنا عايزة أفهم بجد. بجد بقت حالة تحزن. يعني احنا مش هنضحك على بعض، احنا بنقول الحقيقة. اللي بيكذب ده بيسرح بالناس. والله العظيم الحالة بقت تحزن، ولسه الأسعار قبل رمضان هتزيد تاني. ليه كل ساعة السعر يزيد؟ ليه؟ حرام والله العظيم. أنا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. الواحد بقى ما بيعرفش يشتري حاجة. الطفل لو نفسه في شوكولاتة مستوردة دلوقتي مش هتعرفي تشتريها. كان في، بصوا مثل، كان في علبة شوكولاتة تيفال التركي كانت ب47 جنيه، بقت ب105 جملة. ليه؟ ده افترى، والله العظيم افترى. يلا ما علينا، خلي الاقتصاد لاصحابه، ما علينا. دلوقتي هنعمل كفتة مشوية من ربع كيلو لحمة مفرومة. أنا كان لازم أقول الكلمتين دول لأنهم بصراحة مضايقني فلازم أقولهم. القناة هنا يا اخوانا احنا مش عاملينها قناة تكسب وتربح. لا لا، مش كده. انا ماليش دعوة بالناس. القناة دي انا عاملاها زكاة عن صحتي، مرجع لينا، مرجع لحبايبي، لاخواتي، لاصحابي. الوصفة تاخديها تعمليها تدعي لي، بس كده، لا اكتر ولا اقل. انا مش عايزة حاجة غير كده. ربنا يدينا الصحة والستر، ده اهم حاجة، مش محتاجين غيره. بصوا هنا بعد ما خلصنا الكفتة بندخنها بحبة فحم علشان تاخدي ريحة الشوي. هتيجي هنا بقى سلطة المشاوي، هقول لكم عليها واحنا بنشتغل. ده شكل الكفتة. هدف القناة اقدم لكم وصفات اقتصادية تعمليها ناجحة وتدعي لي، بس كده. تعالوا هنا هنحتاج ربع كيلو لحمة مفرومة، وربع حبة فلفل احمر لان الاحمر كبير، وحبة فلفل اخضر صغيرة، وكوباية بقسماط، وربع كوباية زبادي، وبصلاية حلوة كبيرة، وفصين توم، وشوية اسمه ايه، بقدونس. معلش ساعات الكلام بيطير مني. بقدونس مش كزبرة، اوعوا تحطوا كزبرة ولا شبت، مش حلوين ابدا. في محافظات بتضيفهم بس احنا ملناش دعوة، احنا لينا اكلنا وهم ليهم اكلهم. البهارات هنا هنحتاج ملح، فلفل اسود، كزبرة، بهارات مشكلة، وعايزين بابريكا، وجنزبيل، وقرفه. انا هكتب لكم كل حاجه في صندوق الوصف علشان مفيش حاجه انساها، لان انا كل حاجه اصلا بدونها عندي في اجندات عموما. يعني الوصفات الحلوه الناجحه واللي احنا بنعملها من زمان موجوده، مفيش حاجه بتضيع. بصوا انا عندي قطعه دهن هنا مش هضيف، انت لو ما عندكيش ده ضيفي 50 جرام، تمام. وعايزه اقول لكم حاجه لوجه الله. اللي عنده ادوات كهربائيه من زمان يحافظ عليها. الحاجه دلوقتي ولعت نار، فاللي عندك حافظي عليه زي عينك، لبسك نفسه، شوزاتك، شنطك، اكسسواراتك، حافظي على حاجتك. خلاص الحاجه كلها ولعت نار. الناس يا دوب يا دوب هتلاقي تاكل والله العظيم الايام الجايه. بصوا هنا هجيب الكبه. نزلت انا بالبصل والفلفل فرمتهم، وبعدين نزلت بالباقي فرمته كله على بعضه، واخدت خليط متجانس، تمام. وما تستكتروش كوبايه البقسماط علشان تاخدي كميه حلوه. يعني الربع كيلو مطلع معانا 17 حبه او 17 صباع كفته. بعد ما فرمناهم كده ريحيهم في التلاجة ساعه. هتقسميها 17 كوره، خدي كل كوره وبعدين صبعيها على الخشبه بتاعت الشيش طاووق دي، تمام. لو حابه تعمليهم يعني الصابع طويل بتلات ارباع كده، العصايه بتاعت الشيش طاووق دي هيطلع معاكي 9. لكن لو هتعمليه من الصغير ده اللي هو زي اللي بتشتري من عند الحياتي بره هيطلع معاكي 17. حلو قوي. بتقدمي جنبه رز، بتقدمي سلطة المشاوي. هتعملي مثلا بابا غنوج بالبدنجان المصري بتاعنا العادي مش السوري، اعملي مثلا المصري. هتشوي بدنجانية. لما تيجي تقشريها تحت الحنفية هاتي مصفى سلك او مصفى ستانلس عادي، حطيها تحت البدنجان وافتحي الحنفية وقشري البدنجانة بس وهي دافية مش وهي سخنة عشان هتتلسعي. قشريها هتلاقي القشر نزل في المصفى، وانت حبة البدنجان في ايدك حطيها علشان في طبق المية بتنزل منها. حطيها في الكبة مع ربع كوباية زبادي، مع معلقة كبيرة مليانة طحينة، ومعلقة كبيرة خل، ونص ليمونة، وملح وكمون بس، واعمليهم في الكبة. تاخدي احلى سلطة طحينة اقتصادية او بابا غنوج زي ما بتقولوا عليها. قولوا اللي تقولوا بقى، انا بحب بابا غنوج السوري بصراحة اكتر. هنعملها دي. والرز الابيض هنعمل ايه؟ هنجيب رز كوبايه مثلا او كوبايتين، خليها كوبايتين. بعد لما جبت الكوبايتين غسلتيهم من النشا علشان النشا بتتعب القولون، اغسلي الرز حلو قوي. بعد ما بتغسلوا الرز صفيه، هتحلى انزلي فيها بمعلقه سمنه، انزلي بالرز واحده ورقه غار، قلبيهم مع بعض، انزلي بالميه. حطيتي كوبايتين رز هتحطي كوبايتين ميه. اول ما يغلي وطي البوتاجاز وسيبيهم يستووا. ودي في ملح نسيت اقول لك على الملح. تعالي هنا بقى لتسويه الكفته. هاتي الجريل او طاسه او صينيه قديمه، اي حاجه عندك. حطي فيها معلقه سمنه، حطيها على عين البوتاجاز الكبيره.
العين لما تبقى كبيره احسن. ليه؟ لما تيجي توطيها يعني الحجم القطر بتاع العين بيبقى حلو كبير، فبيوزع سخونه حتى وهي واطيه. كده حطيت الجريل، هو سخن خلاص. اول ما بتنزل الكفته بتعمل تش، وطي النار على الاخر خالص خالص، وغطيها، غطي الجريل باي صاج باي حاجه قديمه عندك 5 دقايق. وبعدين شيل الغطا وقلبي الكفته، هتلاقيها واخده لون ذهبي زي ما انت شايفه كده. اللون الذهبي ده نتيجة ان احنا خلوا بالكم لونها حلو، البابريكا والفلفل الاحمر والمية اللي انا صبعت بيها، نسيت اقول لكم عليها. المية اللي صبعت بيها دي كانت عصير طماطم، ومعلقة صغيرة سكر من المعالق بتاعة البيبي، وملح، ورشة فلفل اسود، ومعلقة زيت. لو انت حابة تعملي معلقة كاتشب وتحط عليها ربع كوباية مية ماشي، معلقة صلصة من المعلبة وربع كوباية مية ماشي، براحتك، ده او ده او ده. ليه؟ بتدي لون حلو وبتدي طعم حلو للكفته، بتديها لمعه من معلقه الزيت كمان اللي احنا ضفناها، فبتبقى حلوه قوي وبتعزز الطعم وبتخلي لونها حلو. قبل ما تقدميها ادهنيها. يعني انا كده خلاص هي في الجريل استوت، هغرفها خلاص. قلبي كمان الكفته في الجوانب، لو لقيت الجوانب عايزه تسويه بالماسك، وقلبي كل صباع كفته اقلبيه على الجنب بتاعه، مش هتتلسع حتى لو بايدك، والله انا بقلبها عادي بايدي وبالمعلقه. لو انت ممكن قلبيها بالماسك بس. وبعدين لما تستوي هي هتاخد من 10 ل 12 دقيقة، مش هتاخد اكتر من كده على فكرة من فوق. بصوا بتبقى جوسي وطرية جدا ومحتفظة بالسوائل، ما شاء الله بجد. احلى تسوية يا جماعة تسوية الجريل من على البوتاجاز. انا عمري ما اقتنعت بتسوية الفرن، الجريل افضل 100 مرة. في اللي محوش فلوس مثلا وعاوز اشتري جريل، في جريل بتاع نوفال كان عليه عرض عند رنين، كان ب 200 جنيه، معرفش حاليا خلص ولا لا، وموجود على امازون بس معرفش على امازون بكام. كان عليه عروض الفتره اللي فاتت على فكره، حلو. يعني جريل مستطيل كده وجميل بصراحه. اللي لقاه بسعره القديم ده يجيبه، هتستفيدي بيه، حلو. ده كان تركي قديم، او ده ليه 14 سنه. بصوا هنا جبنا الفحمايه بعد ما شغلناها على البوتاجاز، حطينا عليها نقطتين زيت او نقطتين سمنه، غطيها بالصاج. انا هغطيها بس تدخن يدوب دقيقتين بس، وهشيله، مش عايزه الدخان اكتر من كده. وبعدين هغرفها، هاتي السيرفيس واغرفيها طبق تقديم بقى، او لو هتجيبي طبق كبير وتحطي لكل شخص بولة رز وحبة من سلطة المشاوي، وبولة صغيرة فيها السلطة بتاعت البابا غنوج ولا الطحينة، وثلاث صوابع كفتة. شوفوا انتوا البيت فيه كم شخص مثلا، سي لو فيه 4، ادي كل واحد مثلا كام، ادي كل واحد 4، 4 و4 8، ادي كل واحد 4. ادي مثلا جوزك راجل اديله 5 وانت خد 4، وادي كل طفل 4، واكلة وحلوة وزي الفل والحمد لله وفضل ونعمة. اعتقد اكتر من كده اقتصاد مش هنوفر يعني. الناس بتعملها من غير بقسماط ومن غير حاجة. الإضافات اللي احنا ضفناها يا جماعة دي علشان تكتر معانا الكفتة. فول الصويا مش حلو ومضر والله بالصحة. وبس كده، واتمنى لكم الصحة والعافية والستر يا رب. ربنا ييسر لنا وييسر لكم الحال اللهم